العلبة دي فيها إيه؟ أكيد طبعًا ما فيش فيها فيل، العلبة دي فيها الدهب الأحمر، حاجة كده تفتح النِّفس، عمايل إيديّا وحياة عينيّا، السردين البلدي وحلاوته وجماله الله أكبر عليه، حاجة كده اللهم بارك، زي ما اتفقنا شغل إيديّا وحياة عينيّا واللي يقول غير كده يتحمّل نتيجة كلامه، حاجة بيتي معمولة بكل حُب، اللي ما يعرفنيش أنا أمل الجندي، عندي مطبخ فكّر أن تتعلم مع أمل الجندي، اللي ما تابعنيش يتابعني، كمان باقدّم catering أكل بيتي ومعجنات ونواعم، يعني عندِك عزومة حلوة، عندِك مناسبة حلوة، كلمينا إن شاء الله يعني كده إيه هنوفّر لِك كل وسائل الراحة، كمان لو أنتِ بقى كده يعني نِفْسِك في أكلة حلوة كده تفتح النِّفس، متهيأ لي ما فيش أحسن من المنظر ده. سردين بلدي بيتي، وكمان بنعمل فسيخ. الناس اللي ما تعرفش إحنا فاتحين حجز أوردرات فسيخ وسردين، لإن في ناس حاجزة معايا وأنا باكمّل أوردر هاقفّله، عشان أجيب على قدّه وإن أنا إيه، يعني عشان أنا ما باحبش أركن الحاجات دي عندي، أنا باجيب السمك على قد الناس اللي حاجزة معايا وباعملها وباطلّعها، ولو في فوري برضه باطلّعه. دي طريقة ده كده كان مقدار الكيلو السردين، ده كان الفيديو اللي أنا قُلت لكم في واحدة متابعة عندي طالبة منّي طريقة تخليل الكيلو السردين، فالفيديو إن شاء الله هينزل كامل بُكرة على الصفحة، حاجة كده اللهم بارك. الحجز بقى والاستفسار خاص إن شاء الله، عنواننا متغمر كفر سرنجة شارع الشيخ مندوه أمام عمارة الحاج هاشم البنداري، عندِك عزومة حلوة، عندِك مناسبة حلوة، حابة تعملي معجنات خصوصًا في الشتا، إن شاء الله كلمينا. عنواننا متغمر كفر سرنجة شارع الشيخ مندوه أمام عمارة الحاج هاشم البنداري، مطبخ فكر أن تتعلم مع أمل الجندي، كاترينج أكل بيتي وكمان معجنات ونواعم، وطبعًا فسيخ وسردين.